نشرة أخبار النادي الأهلي في أقل من دقيقة. معايا 4 أخبار مهمين جدا هيهموا كل أهلاوي، بس قبل ما أقولك عليهم عايزك تصلي على النبي، ولو مش متابعني اتفضل تابعني. أول خبر: ريبيرو مدرب الأهلي السابق راح الفيفا وعمل شكوى وقدم دعوة على النادي الأهلي بيطالب فيها بتعويض. أما الخبر التاني: شلبوكة دلوقتي جاي يفتكر يعتذر للخطيب على الكلام اللي قاله ساعة كأس العالم إن الخطيب ممنوع من السفر وما خدش فيزة أمريكا. اما الخبر الثالث بخصوص مدرب النادي الاهلي قاعد مع ال3 مهاجمين، قال لهم بقول لكم ايه، اول حاجه هتنزلوا تدريبات اضافيه على انهاء الهجمات من لمسه واحده، تاني حاجه مفيش حد فيكم احسن من التاني، اللي هيكون مستواه اعلى هو اللي هيبقى الاساسي، تالت حاجه قعد مع محمد شريف قال له انا شفت مستواك وفيديوهاتك القديمه وعايزك ترجع لمستواك وعايزك تتك على نفسك، لو رجعت للمستوى ده هتبقى انت المهاجم الاساسي. اكتب لي في الكومنتات يا ابو الصحاب تتوقع مين فيهم اللي هيبقى المهاجم الاساسي للنادي الاهلي، وبس كده.